تعدي؟ والله بص يا كابتن كريم، الحمد لله يعني كل الاجوان انا جبتها توصيل من عند ربنا رقم واحد يعني. اكيد. بس انا عايز اقول لك حاجه على الجون ده الكره اصلا من نص الملعب قبل ما توصل كهرباء. فشوف بقى سبرنت من نص الملعب 18، شوف السبرنت ده يعني ده الجون عامه يعني، لكن الجون في طبعا في توفيق من ربنا كبير الحمد لله. الجون في تعب يعني الحمد لله. في تعب وفي توقع برضه. المهاجم المهاجم الجيد بيبقى دايما يتوقع خطأ الغير. فانت لو بقول لك لو انت مش مركز او انت واقف وخلاص قلت الكرة راجل مسكها ما كنتش هتعمل السبرنت ده وتكمل. طبعا الحمد لله يعني الواحد يعني في توفيق كبير من ربنا سبحانه وتعالى ليه في الجون ده والله. فالواحد كان مركز النهارده اللي احنا يعني ربنا يكرمنا ونقدر نسعد الشعب المصري، فالحمد لله قدرنا نساعده يعني. مش جون بس ولا الجونين ولا الثلاثه، لا أكيد. يعني 5 جون الجون كلهم احسن من بعض. الهدف الثاني كمان حدث حلو قوي، في سبرنت عالي جدا منك، استلمت الكرة من احمد حجازي. هل احمد حجازي بقى كان قاصد يلعبها لك كده ولا كان بيلعبها لك بس مجرد ان انت تستلم؟ لا كان قاصد طبعا. لا احنا اللعبه دي اصلا احنا متفقين عليها من قبل الماتش كابتن كريم وراجل الخواجه، متفقين عليها. فالجون ده يعني احمد لعبها لي، مش مطفش ولا حاجه، ولا لعبها لي يعني. وعملت سبرنت رائع وقدرت تحط، بس برضه فيها توفيق باسم، خبطت في رجل المدافع وراحت في القريبه. يا كابتن والله الحمد لله، يا رب التوفيق يفضل كده معايا على طول ان شاء الله يا رب. 3 اجوان اكيد. يعني رايك في الفرقه كلها النهارده، وانا يعني ما شاء الله مبسوط قوي منك ومن محمد صلاح ومن رمضان صبحي ومن كهربا ومن حازم امام وعبد الشافي صلاح النني حجازي ربيعه الشناوي كله، حتى تريزيجيه ومؤمن واحمد توفيق. كل الناس يعني مميزه جدا النهارده، اديته بشكل كويس جدا. والهدف برضو اللي جه بدري سهل لكم الدنيا يعني شويه. مش دول بس والله العظيم يا كابتن، كل الناس اللي كانت معانا، اللي انضمت لمنتخب مصر، كابتن طارق حامد، الناس احمد توفيق، كل الناس اللي كانت موجوده يعني بشكرهم كلهم. حتى الناس اللي كانت موجوده في السكور واللي بره السكور، احنا الحمد لله كنا بنلعب تركيزنا كله اللي احنا نسعد الشعب المصري الحمد لله. فانا بشكر اللعيبه منتخبات كابتن كريم، لعيبه رجاله فعلا. فالحمد لله يعني اللي احنا قدرنا نفرح الشعب المصري. شايف كمان ان في روح حلوه جوه المنتخب ومفيش حاجه اسمها اهلي وزمالك والكلام ده وانديه. والله يا كابتن مفيش الكلام ده، بس الناس اللي يعني فاهم، بعض الناس اللي تقول في خلافات، مفيش الكلام ده خالص يا كابتن كريم خالص. ان الاهلي والزمالك احنا في منتخب مصر كلنا فرقه واحده وبنكمل لمصر عشان نفرح الشعب المصري كله. المنافسات دي طبيعي في اي حته يا كابتن كريم. بنشوف برشلونه وريال مدريد اللعيبه في الماتشات ضد برشلونه وريال مدريد بيموتوا بعض. في منتخب اسبانيا خدوا كاس العالم. بالظبط. فالمنافسه دي حاجه رائعه كابتن كريم. وطبعا احنا في منتخب مصر فالامور مختلفه تماما يعني عن الانديه. اكيد. باسم، الجو كان حر قوي، كان يعني الامور صعبه عليكم في الملعب. احنا برضو قاعدين هنا قدام التلفزيون مش حاسين، لكن الاجواء كانت صعبه بالنسبه لكم ولا؟ عايز اقول لك يا كابتن كريم يعني الجزمه بتاعت التدخين ساحت اصلا يعني. كتر الحر الجزمه والتركان، الجزمه اللي اختارت الساحه باظ. فالجو حر جدا والاجواء كانت صعبه جدا. فالحمد لله ربنا كرمنا النهارده وقدرنا نفوز الحمد لله. شايف النهارده مين اللعيب اللي مبسوط منه انت قوي كده ومكيفك في الملعب؟ كل الفرقه والله يا كابتن، والله كل الناس النهارده كانوا على قد المسؤوليه وبشكرهم كلهم من خلال كابتن. انا عاجبني كهربا قوي النهارده. مفيش منتخب مصر. عاجبني كله كهربا. انت وكهربا النهارده انا شايفكم شايفكم يعني ما شاء الله النهارده فايقين قوي. كله يا كابتن. لا كله طبعا، بس في عارف اللي هو ايه، في واحد في بيبقى كده اللعيب بيبقى اليوم بتاعه. انا شايفك انت وكهربا النهارده اليوم بتاعكم. الحمد لله يا كابتن والله. طبعا كهربا لعيب كبير ولاعب محترم. واضافه طبعا لنادي الزمالك يعني لسه منضمين السنه دي، اضافه طبعا نادي الزمالك ولاعب محترم ولاعب كبير طبعا. انت قاعد مع مين في الاوضه يا باسم؟ قاعد مع كابتن طارق حامد. كابتن طارق حامد. بيجري برضه في الاوضه وكده ولا عادي؟ لا ما بيجريش في الاوضه خالص، بس بيقعد يعمل بطن وظهر. بس عارف طارق بقى في التمرين والماتشات ما شاء الله، لكن مش عارف بقى طريقته في الاوضه ايه وهو قاعد. لا ده هادي جدا يعني. طارق انسان جميل ورائع طبعا يا كابتن. ايه موضوع مفوقني يا كابتن، خليني جبت 3 اجوان مفوقني اهو. طيب 100 بقول لك يعني شفتك كده مسكت السمانه قبل ما تتغير، ايه موضوع السمانه؟ والله يا كابتن كريم السمانه والله اول مره في حياتي يعني يجي لي شد في السمانه. فقبل ما اخرج السمانه في الجون الثالث راحت قافشه كده والله يا كابتن كريم. انت عارف ان انا كابتن كريم اللاعب الوحيد في نادي الزمالك اللي ما راحش السنه دي
طبعا ضغط الماتشات وكده، فالواحد طبعا مجهد، فالحمد لله على كل شيء. باسم الفتره اللي فاتت كده يعني في الزمالك ماتشين كده ما كنتش باسم مرسي اللي احنا عارفينه، ايه السبب؟ عشان ما جبتش جون، عاد لو جبت جون هبقى باسم مرسي الناس اللي انتوا عارفين. يا كابتن كريم الناس عندنا، بس يعني انا مش عايز اتكلم في الموضوع ده والله، بس يعني الناس بتركز في حاجات ما ينفعش تركز فيها. فانت يعني احنا الزمالك بيكسب، يعني الناس عايزاني كل ماتش اللي انا اجيب جون واثنين وثلاثه. لا مش شرط، يعني مش شرط يعني مش شرط بس بيشوفوا الحاجات الثانيه الايجابيه اللي انا بعملها. ايوه. لكن هم مركزين مع باسم اللي هم اللي يجيب جون كل ماتش يجيب جون. فبعض الناس اللي بتنتقد من يعني مش عايز اقول الناس اللي مش عايز اقول اسم، مش عايز اسمي حد، فما بشغلش دماغي بيهم اصلا، ولا في دماغي ولا بيهزوني اصلا عامه. اكيد يعني خليك مركز في الملعب وفي شغلك وما فيش مشكله. طيب باسم هتفاجئنا بقصه. انت بتتكلم كابتن كريم في ماتشين ما جبتش جوان، الدنيا اتقلبت يعني. بس ما جابش جون، بس ما جابش جون، ايه اللي فيها يعني؟ ما بس ما جابش جون، اهم حاجه نادي الزمالك. طيب قول لي بس رقم واحد الاهم من كده، في قصه جديده الفتره الجايه ولا هتثبت كده شويه؟ لا خلاص بقى انا هعمل هدنه شويه. مش قصه خلاص بقى. مبروك يا باسم النهارده الهاتريك، ويعني مبروك لكل اللعيبه، عملتوا جيم مميز جدا، ودايما كده بالتوفيق ان شاء الله. ربنا يخليك. بشكرك يا باسم. ربنا يخليك بقى، تفضل والدتي وكل الشعب المصري.